الدجاج رضي الله عنه، الدجاج رضي الله عنه. سيدي يوسف العجمي رضي الله عنه كان من أهل العبادة وأهل المشاهدة وأهل النفح، من الصالحين. وبعدين لما يدخل الخلوة ويجي ماري كدي، أول من يقع بصره ده على إنسان يكون وليا من أولياء الله. وبعدين لما يدخل الخلوة ويجي ماري كدي، أول من يقع بصره ده على إنسان يكون وليا من أولياء الله. وبعدين لما يدخل الخلوة ويجي ماري كدي، أول من يقع بصره ده على إنسان يكون وليا من أولياء الله. أول بصر ده ما يقع، أول زول بس عينه يتقع فيه ده يبقى ولي من أولياء الله. فيوم من الأيام الشيخ تم الخلوة وجمارك صادفوا كلب. الكلب جا ماشي قدام الخلوة، الشيخ نظر له. الكلب جا ماشي قدام الخلوة، الشيخ نظر له. الكلب جا ماشي قدام الخلوة، الشيخ نظر له. الكلب ده ما فضل كلب في الحلة إلا جتبه. الكلب يمشي الكلاب دي كلها تمشي. الكلب يجيف الكلاب كلها تجيف. الكلب ينفضح فضيحته دي المعروفة، الكلاب دي كلها تنفضح وتراعي لك. رضي الله عنك يا جمل بعد الدجاج، رضي الله عنك يا جمل. ويحكي النقشبنديون قصة متواترة بينهم عن بدايات سلوك محمد بهاء الدين نقشبند حين سلك طريق التصوف. ذكر أن شيخه أمره أن يشتغل بخدمة الكلاب ومداواتهم. قال: فنهضت بأعباء هذه الخدمة 7 سنين، حتى كنت إذا لاقاني في الطريق كلب وقفت حتى يمره هو أولا، ثم بعد ذلك أمرني أن أشتغل بخدمة كلاب هذه الحضرة، يعني كلاب النقشبنديون، بالصدق والخضوع، وأطلب منهم المدد. تأملوا يا مسلمين، يقول: مدد يا سيدي كلب. قال له شيخه: إنك ستصل إلى كلب منهم تنال بخدمته سعادة عظيمة. قال بهاء الدين: فاغتنمت نعمة هذه الخدمة ولم آل جهدا بأدائها حسب إشارته، حتى وصلت مرة إلى كلب فحصل لي من لقائه أعظم حال، فوقفت بين يديه واستولى علي بكاء شديد، فاستلقى الكلب في الحال على ظهره ورفع قوائمه الأربع نحو السماء على الفطرة، إذ لو كان الكلب على المذهب الأشعري لما توجه إلى السماء. فاستلقى الكلب في الحال على ظهره ورفع قوائمه الأربع نحو السماء، فسمعت له صوتا حزينا وتأوها وحنينا، فرفعت يدي وجعلت أقول آمين حتى سكت وانقلب. قال بعد ذلك: ووجدت حرباء فخطر لي أن أطلب منها الشفاعة، فاستلقت على ظهرها وتوجهت إلى السماء وأنا أقول آمين. انظر كتاب المواهب السرمدية في مناقب النقشبندية لمحمد أمين الكردي صفحة 118 إلى 119، وكذلك الأنوار القدسية في مناقب النقشبندية صفحة 130 لعبد المجيد الخاني جمع إبراهيم السنهوتي، وكتاب الحدائق الوردية في حقائق أجلاء النقشبندية صفحة 130، وكذلك كتاب البهجة السنية في آداب الطريقة النقشبندية لمحمد بن سليمان البغدادي صفحة 73. كيف نغري النصارى وغيرهم بدخول الإسلام إذا عرضنا عليهم مثل هذا القول؟ والله سيضحكون علينا.